حقيقة ما يغيبش عننا أبدا أن يشرفنا النهاردة مهندس ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت. مساء الخير. مساء النور يا استاذه ألفت، تحياتي برحب. لحضرتك والمصريين في الداخل والخارج. دايما مشرفنا ودايما بتنورنا في مثل هذه الفعاليات العظيمة. واحكي لنا النهارده بقى اتجمعتوا ازاي، شفتوا السيد الرئيس، ايه اللي دار بينكم وبينه اثناء ما بتستقبلوه؟ حابين نعرف اكتر. اولا احنا يعني المشهد النهارده زي ما حضراتكم كده شايفينه على شاشات التلفاز، مشهد فعلا مهيب للجاليه المصريه في كل اوروبا. احنا النهارده استقلينا من فرانكفورت ومدينه ديزلدورف ودارمشتات وماينز. طلعنا بأتوبيسات، ومدينة برلين برضو طلعت بأتوبيسات، فكلنا مع بعض بهذا الكم. آخر مرة يا أستاذة ألفت كان في سنة 2015 في أول زيارة للرئيس عبد وكانت الفتاح سنة السيسي في برلين. صعبة، عايزة أقول وقوفكم كان نعم ليه تمن كبير. نعم تمن نعم كبير، نعم، احنا بنشكركم عليه يعني. مظبوط. لا، ما ده واجبنا، وحضرتك ما ينفعش تشكرينا على واجبنا، علشان مصريين الداخل الخارج جزء لا يتجزأ من مصريين الخارج. وده اللي انتوا بتقولوه اولا اسمحي لي، بالفعاليات دي. ده حقيقي، اسمحي لي طبعا ان احنا نرحب بزياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا، ونقول له يا سياده الرئيس حضرتك نورت بروكسل ونورت اوروبا كلها. ثانيا اسمحي لي ان انا ابارك لكل الجاليات المصريه في اوروبا على هذا النجاح النهارده. بقول لهم احنا النهارده كسبنا كاس العالم، زي ما صعدنا كده لكاس العالم في كره القدم، احنا كسبنا النهارده كاس العالم في الجاليات. ما فيش جالية حول العالم تروح تستقبل رئيسها بهذا المنظر الجميل الحضاري اللائق. حضراتكم شفتوا الفلكلور المصري، شباب مصري جاي بالطبلة، ناس عاملة تمثال من الذهب وجايباه مخصوص من فرنسا. بصراحة سيمفونيات، التمثال عمل لسه شايفينه جماعي. حالا اهو. نعم، سيمفونية من العمل الجماعي لجميع الجاليات حول العالم، من ألمانيا، فرانكفورت، ماينز. جالية ماينز أول مرة تشارك النهاردة في هذا الحدث الجلل، وجم كلهم شباب من مدينة ماينز. لو حضرتك بس دققتي على الكاميرات هتلاقي وجود الجيل الثاني اليوم والجيل الثالث، كان في أحفاد النهاردة واقفين دي اول حاجه وكلهم الحقيقه كانت في جايين. اول مداخله طرحتها، لان كنت فخوره بان انتم رابطين الجيل الثالث والثاني. انا شايفه شباب صغير وايضا اطفال، واطفال نعم متفاعلين، مش مجرد تواجد شرفي يعني. فاحنا بنشكركم نعم، كاسر واهالي وجاليه على ده. تعيش يا استاذه ألفت، ده شرف كبير لينا ان احنا نكون متواجدين ورافعين علم مصر. احب اقول لحضرتك ان الجاليه المصريه في المانيا كانت شايله النهارده علم جلد تقريبا 8 متر، وكنا شايلينه من 11 سنه بين استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعلم ده لينا عندنا ذكريات، وقلنا هنمشي بيه في كل مكان وفي كل حته بيروح الرئيس واحنا معاه. الثلاث اتوبيسات النهارده وجاء عليهم اتوبيسين كمان من برلين، يعني 5، سابقه لم تحدث من قبل. عايزين نقول للمصريين ان احنا خط الدفاع الاول عن مصر خارج الحدود. الكلام ده مش كلام يا استاذه ألفت، ده بالفعل. وزي ما رئيسنا واخدينه قدوه انه فعلا رجل افعال وليس رجل اقوال، نحن ايضا على قلب رجل واحد بالافعال وليس بالاقوال، وحضراتكم شفتوا النهارده. الحقيقه انتوا دايما مشرفينا، ودايما عايزه اقول هذه الوقفات لها ثمن كبير من التصديق الاوروبي نعم للدور المصري الحقيقي على ارض الواقع في الشرق الاوسط. فكره ان انتوا تسيبوا اشغالكم، تسافروا بالساعات، تاتوا نعم بالاطفال، تجمعوا بعض، المجهود الكبير اللي بتعملوه ده وصلنا واحنا بنشكركم عليه. ويمكن خلينا اقول هو رساله لبعض المصريين في الداخل اللي يمكن ابسط الامور اللي ممكن تتعمل، انك حتى على صفحتك على السوشيال ميديا تدعم بلدك. دي اضعف الايمان. مش بسافر، مش بسيب شغل، مش بجمع ناس، مجهود كبير ان اقف في الشارع لمجرد ان انا اقول للرئيس والبلدي قبل السيد الرئيس الحقيقه ان احنا معاكم. فانا بشكرك وبشكر كل الجاليه، وارجوك يعني كل التحيه لكل الاطفال الموجوده. اسمحي لي من خلال منبر حضرتك ان انا اشكر كل اللي جم شاركوا النهارده، وخاصة طبعا انا بتكلم عن الجالية المصرية في المانيا، كل اللي صحيح. ركبوا الاتوبيسات النهارده معانا،
كل الاطفال والكبار والصغيرين، كل الناس اللي حضروا بشكرهم بس وبقول لهم مكملين مع تحيا بعض مصر. بكره. بكره وبعد بكره كمان، احنا قاعدين 3 ايام هنا في بروكسل، ومسافرين راجعين بعد بكره باذن الله. وهم كلهم بيشكروكم وفرحانين. لو حضرتك بصيتي على الحاجات اللي انا بنزلها على صفحتي الشخصيه، هتلاقي الولاد والبنات الشباب 15 و16 سنه فرحانين جدا ومبسوطين. ولادي زعلانين ان هم ما جوش، لان احنا دلوقتي عندنا في الولايه بتاعتنا في مدارس، فللاسف ما قدروش يجي. كانوا بيشاركوا معايا دايما في المانيا في الاجازات، وبيجوا معايا لما تكون الاجازه مثلا يوم واحد ان بيجوا شاء الله معايا، لكن تتعوض. دي اجازه 3 ايام. فزعلانين بيقولوا لي خساره ان احنا مش موجودين حاضرين، لان اصحابهم موجودين بس من ولايات اخرى وعندهم اجازات، وهم للاسف ما عندهمش اجازات. تحيا مصر يا استاذه ألفت. تحيا احنا مصر جزء بكم لا ولكم. يتجزأ من حضراتكم. خليني اسال حضرتك قبل ما نقفل، رساله للسيد اتفضل. الرئيس عبد الفتاح السيسي لو التقيته هتقول له ايه؟ والله السيد الرئيس كل الرسائل وكل الطلبات لبها لنا. كل اللي كنا نفسنا فيه كمصريين الخارج، مثلا هقول لحضرتك اراضي المصريين الخارج، شقق لمصريين الخارج، صحيح. مبادره السيارات لمصريين الخارج، مزرعتك لمصريين الخارج، اي حاجه كانوا عايزينها مصريين الخارج. تمثيل برلماني، تمثيل في كل كله المؤسسات كله حقيقي. كله. انا لكن عندي مناشده الخارجيه بقى، نتكلم باستمرار بقى على دلوقتي تواصل. لا، عندي مناشده، واسمحي لي من خلال منبر حضراتكم ان انا اوجه رجاء وطلب لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا بنامل، وهذا ليس راي ماجد سعد، ولكن جموع الرموز المصريين في الخارج يتمنوا ممثلين البرلمان المصري عن الاتحاد الاوروبي يكون فيهم حد، ان شاء الله نجرب مره يكون في حد عايش فعلا بره، او عاش فتره طويله بره، او ما بينه ارتباط ما بين بره. للاسف الشديد يا سياده الرئيس، فهمت. ان ممثلين المصريين عن الخارج وخاصه اوروبا، امريكا، كندا، ما موجودين. فيش ولا واحد فيهم خالص من الاتحاد الاوروبي. طيب. ما فيش خالص. فده رجاء وطلب لفخامه الرئيس. ولو الموضوع موضوع انتماء، حضرتك شفت الانتماء عندنا ازاي، وشفت المصريين الخارج انتمائهم لوطنهم ازاي. تستحقوا عن جدارة. سنرسل بهذه المناشدة إلى المسؤولين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر تقول لنا أن تم فيه الاستجابة لهذه المناشدة. ومعلش أخيرا يا أستاذة ألفت، أنا لست طامعا في أي حاجة، وعمري في حياتي ما حاولت أن أنا أشترك أصلا في حزب. يعني أنا ما اشتركتش في حزب علشان مش عايز أكون يعني مش هو من ليس مطلب طموحاتي ان شخصي. انا فاهمه حضرتك، هو مش مطلب نعم. شخصي. نعم. مش كده. ده اللي حضرتك لا، انا اثق انه ليس مطلب شخصي. نعم. وتحياتي لقناه منسات، اشكرك، وللانبا ارميه وكل العاملين وكل الزملاء عند حضرتك. كل الشكر لحضرتك، وتحياتنا لكم جميعا على هذا المشهد المشرف اللي طوال الوقت بتبهرونا بيه. طوال الوقت بتخلوا بعض المصريين في الداخل يراجعوا نفسهم. هل لو انا اقدر اقف الوقفه دي واقول شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي والمصر، هتحرك وهروح وهقف الوقفه دي. لكن انتوا دايما حاضرين، وحاضرين بقلوبكم وبقوه. الكنيسه بتدعم بشكل كبير جدا هذه الوقفات وهذا الانضمام، ان حتى الولاد في مدارس الاحد بيتكلموا عن مصر طوال السنه فيها فعاليات بيتكلموا فيها ربط ما بين الداخل والخارج، علشان الجيل الثاني والثالث اللي طالع. وانا كنت فخوره، يمكن سعيده بتمثيل الجاليات الموجود، لكن سعيده اكثر بوجود وظهور الاطفال في الفيديوهات، وهم كمان متفاعلين مش جايين متقدرين.